تفتكر إيه اللي بيحصل لما أكبر كائن على وجه الأرض، الحوت الأزرق، بيموت؟ الأسطورة بتقول إنه بيحس بموته وبيغوص آخر غطسة للأعماق. ده مش صحيح، لكن الحقيقة العلمية اللي بتحصل بعد موته أغرب وأضخم بكتير. تخيل جثة حيوان واحد بتحول قاع المحيط لمدينة كاملة تحت البحر. لما الحوت الأزرق بيموت في عرض المحيط، جسمه الضخم بيغرق لآلاف الأمتار تحت السطح. اللحظة دي العلماء بيسموها ويل فول. في الأول القروش والثعابين البحرية وكائنات مفترسة تانية بتبدأ وليمة بتستمر أيام على جسم الحوت، وأول ما اللحم يخلص بتيجي ديدان صغيرة تخلص على كل اللي سابته القروش، لحد ما نوصل لمرحلة ديدان الزومبي. الديدان دي بتفرز حمض مخصوص على عظم الحوت عشان تكسره وتطلع البروتينات والدهون المتخزنة جواه. بعدها بكتيريا تانية بتعيش معيشة تكافلية، تحول العظم نفسه لمصدر طاقة. ومن غير شمس ومن غير نباتات ينشأ نظام بيئي كامل قائم على الطاقة الكيميائية: محار، قشريات، ديدان، أنواع بحرية نادرة ممكن تعيش حوالين الهيكل لعشرات السنين. عملية بتستمر ل100 سنة. جسم حوت واحد بيقدر يعيش أكتر من 43 نوع مختلف وأكتر من 12 ألف كائن حي. عشان كده بيقولوا لما الحوت بيموت بيدي حياة لمئات الكائنات. في أعماق المحيط مفيش حاجة بتضيع، كل حاجة في الخلق ليها هدف، وكل تفصيلة هي جزء من خطة ربانية محكمة ومثالية. سبحان من جعل في الموت حياة. لو عجبك الفيديو اعمل متابعة ومشاركة عشان الكل يشوف عظمة الخالق.